خدوا بالكم في الخطة الجاية في خيانة تحت الترابيزة. امريكا فيه عندها غية توقع مصر في اي غريزة. لو جم يوم وقالوا لنا نصيحة نتائجها بتكون مدروسة، ان يعم الخير في بلادهم وبلادنا تفضل منحوسة. معقول نسمع يوم لكلامهم؟ طبعا لا هتصبح حوسة. واحدة بواحدة وكله يركز. شوف حواليك بقى وضعك ايه. خايفك تنهض يوم او تنجز، تعطيلك ده مصر عليه. جاتلك فرصة بلاش تتعكز، اجري بسرعة ومن غير ليه. عمر واصنع وانتج وازرع، ده اللي احنا اتربينا عليه. خاف على بلدك واوعى توقف حضارتنا لولاد الايه، وخلي الضربة في وشه تفرقع، بكرة الدنيا هتشمت فيه. جايبين دعم كتير لصهاينة. ايه فكرة كتر التسليح؟ ناس غدارة وبنفوس خاينة، ونفوس مش محتاج تصريح. حتى كيانهم كله خباثة، شغال ضرب في شعب جريح. ولا امريكا ولا حد عارضهم، دول هم اساس التسليح. يبقى ازاي نصايحها تفيدنا؟ راجعوا كلامي هتلقوه صحيح. في كلامهم بيخالفوا الواقع بخيانة وكذب وكذا ميزة. خدوا بالكم من الخطة الجاية، فيه ضرب تحت الترابيزة. امريكا فيها عندها غية توقع مصر في اي غريزة.